ايه ده؟ هي الحكومة كمان اللي هتتحكم في لون حياتي ولا ايه؟ يلا يا هاجر انجزي بسرعه عشان ما تتاخريش على المدرسه. حاضر يا ماما، جاية اهو. اي، ايه ده كمان يا ربي؟ هاجر حاسبي يا حبيبتي، انت نسيتي قانون الالوان الجديد بتاع الحكومه اللي اتطبق من النهارده. قانون ايه ده كمان يا ماما؟ ممنوع تلمسي او تاكلي اي حاجه مش نفس اللون بتاعك. انت طلع لك لون ازرق، فانا غلفت لك الدفتر ده باللون الازرق عشان تعرفي تذاكري بيه هناك في المدرسه. يعني انا يا ماما لو لمست اي لون تاني غير اللون الازرق ممكن يدخلوني السجن؟ ده يا ريته سجن يا هاجر، ده انت هتتعذبي وكمان ممكن تموتي في مكانك. يا ربي، يعني انا هعيش على البلو بيري مثلا؟ حاسبي الفروت لونه ازرق من بره لكن من جوه لونه بنفسجي، فبلاش تاكليه احسن. حاضر يا ماما، حاضر، هروح انا المدرسة عشان ما اتأخرش. مش هاكل ولا هلمس اي لون غير اللون الازرق. مع بالظبط. السلامة يا ماما. ازيك يا ايه كنز؟ ايه كنز اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ هقولك ايه بس يا هاجر، ده انا كنت مجهزه طقم تحفه النهارده، بس صحيت لقيت اللون اللي طلع لي بني وانا ما عنديش اي حاجه باللون البني. هو عملتي ايه؟ فرحت كده مكان فيه طين وقعدت احط على هدومي طين عشان يبقى اللون بني، بس حاسه ان فيه ريحه وحشه جدا. ايوه هو فعلا، وانا عماله اقول في ريحه وحشه من ساعه ما دخلت. اتاريك انت كنزي، هو الصوت ده طالع من بطنك انت؟ ايوه انا اصلا ما اكلتش اي حاجه من الصبح. انت عارفه انا نسيت الشنطه بتاعه المدرسه في البيت، ودلوقتي معايا شنطه الاكل. انت عارفه فيها ايه؟ فيها سندوتشات بايته من 3 ايام واوريو ودونت. اوريو؟ طب ما تجيبي اوريو. لا مش مدياكي حاجه. يا بنتي ما تجيبي. استني يا كنزي، انت بتعملي ايه؟ ما ينفعش تاكليه. ما ينفعش صغيره مني. يا بنتي ما ينفعش تاكليه. الاوريو لونه ابيض واسود وانت لونك بني، لو اكلتيه هتموتي. ايه ده؟ دي اكيد هاجر اللي عملت كده. انت عبيطه صح؟ هبله. انا لسه منقذه حياتك يا غبيه. ما هو انت لو كنت اكلت الاوريو كان حصل لك نفس اللي حصل له كده. بجد زياطين، انا غلطانه. بقول لك ايه يا كنزي، هتلاقي الكانتين دلوقتي فيها اكل ازرق وبني كتير، تيجي نروح نشتريه؟ تمام يلا بينا. يلا بينا، لحسن انا جعانه قوي. وانا اشتريت بسكوت ازرق واشتريت حاجات تانية كتير. ده انا هاكل لحد ما اقول يا بس. وشوف بقى انا اشتريت ايه، انا اشتريت شوكولاتات وسيرم وشباسي. يا سلام على الدلع. يا بختك بصراحه، انا كان نفسي يطلع لي اللون البني علشان بحب الشوكولاته قوي. سيبك بقى من اللون الازرق بتاعك ده. طيب ما علينا. اصفر؟ لا، ده انا لسه شاريه الاكل الازرق بتاعي. طب هاكل ايه دلوقتي؟ يس انا طلع لي لون ازرق، يعني هاخد الاكل الازرق اللي انت لسه جايباه. صح، لون الشنطه بتاعتي ازرق وبكره علينا امتحان، وانا مش هينفع المس الشنطه لانها لونها ازرق. طب قولي لي دلوقتي هذاكر الامتحان بكره ازاي؟ ايه ده يا كنزي، انت واقفه تعملي ايه هنا؟ هش وطي صوتك، انا بشوف مس اسيل لابسه ايه عشان لو هي لابسه لون غير ورقه الامتحان كده الامتحان هيبقى ملغي بكره. ايوه عندك حق. طب بقول لك ايه، بس صحيح ده انا شفتها النهارده كانت لابسه لون ابيض. ايه ده؟ يعني اكيد في امتحان كده بكره. طب انا جات لي فكره. انا هدخل دلوقتي واخلي ورق الامتحان كله باللون الاصفر، بحيث ايه الامتحان بكره يتلغي. ها، ايه رايك؟ تمام يلا بينا. يلا بينا. صباح الخير يا ولاد، زي ما انتوا عارفين النهارده امتحان الفاينل. هوزع الورق دلوقتي. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ اللي طبع الورق كله اصفر. شكلنا هنلغي الامتحان. يس كده الخطه نجحت. استنوا كده. هاجر انت لابسه اصفر، خدي الورق انت وزعيه لاني مش عارفه امسكه. اتفضلي. هاجر شكلها الخطه بتاعتك دي كان فيها طار. خدي يا كنزي حلي الامتحان وانتي ساكته. احمر؟ يلا مش مشكله، على الاقل اهون. هشرب ستروبلي، هشرب عصير تفاح، اي حاجه. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا هاجر، اشتريت لك المشروب اللي انت بتحبيه. شكرا يا ماما. ايه ده مالك يا هاجر، انت بتموتي ولا ايه؟ لا يا ماما، اصل انا لسه غاسله اسناني فلما شربته فطعمه اتغير. ماشي يا ماما، انا هروح المدرسه عشان ما اتاخرش. سلام. سلام. هاجر الحقي، في ناس عماله تموت والايام بتتغير بسرعه. ايه ده يا كنزي؟ اطلبي الدكتور بسرعه. ايه ده يا هاجر، اللون بتاعك اتغير. ايه ده؟ ايه ده كوس قزح؟ يعني ايه كوس قزح؟ يعني تقدري تاكلي اي حاجه وتلمسي اي حاجه يا هاجر. خدي جربي كده دي. لا، افرضي موت. طب معلش جربيها بس كده نشوف. هاجر السيستم مسجل ان اللون بتاعك بقى قوس قزح. تعالي معانا بسرعه. انا ما عملتش حاجه والله، هو اللي اتغير لوحده. تعالي بسرعه. صدقيني انا ما عملتش حاجه، اللون هو اللي اتغير لوحده. سيبها معايا واطلع بره. انا عارفه انك ما عملتيش حاجه،
لان الشخص الوحيد اللي عنده لون قوس قزح هو انا. طب ونعمل ايه يعني؟ يعني انت دلوقتي خطر كبير جدا عليا. شايفه الريموت ده هو الوحيد اللي بيغير الوان الناس، ومحدش يقدر يتحكم فيه غير اللي الوانهم قوس قزح. طب وانت هتعملي ايه دلوقتي؟ عادي هحول لونك للون رمادي، ومش هتقدري تلمسي اي حاجه تاني في حياتك. طب ثواني قبل ما تعملي اي حاجه، الريموت ده معقد وبايظ، مش هتعرفي تتعاملي معاه. انت هتفهميني؟ الريموت ده سهل جدا. الزرار ده هتضغطي عليه هيحول لونك للون رمادي. طب واللي جنبه؟ الزرار ده هو بقى ده اللي بيخلي الناس العالم كله قوس قزح. لا انت عملتي ايه يا غبيه؟ كل شغلي باظ. فكيت الناس من شرك، والناس تعيش حياتها حرة، وكل العالم هيبقى حر. خليك انت بقى عايشة بتاكلي مشروم حمضان. سلام. هاجر انت كويسه؟ احنا كلنا بقينا قوس قزح فجاه. الحمد لله يا كنزي، دلوقتي العالم كله بقى حر، محدش هيتحرم من اكل ولا هدوم ولا اي حاجة. هاجر الدكتور قال كل الناس اللي في المستشفى بقوا كويسين الحمد لله. طب الحمد لله. بقول لك ايه يا كنزي، ما تيجي ناكل لحسن انا جعانة قوي، وبقالي كام يوم ما اكلتش وجبة عدلة. ماما عامله عصير بلو بيري، انما ايه تحفه. بلوبيري هو طعمه حلو. ده تحفه جدا، يلا بينا. يلا بينا.